مشكلة خطيرة جدًا بقى لها أكتر من أسبوعين متابعها، وكمان حصلت مع ناس أعرفهم شخصيًا ووصلتني بيها رسايل على الفيسبوك وبوستات كتير جدًا على الفيسبوك، لكن أنا ما طلعتش أتكلم غير أمّا فوري رسميًا اعترفت بالمشكلة دي. فوري من كام يوم طلّعت بيان كده على البرنامج بتاعها لو أنت متابعه، قال لك إن إحنا ولا أي حد من الموظفين عندنا بيطلب منك أي OTP. طيب هي فوري هنا بتخلي مسؤوليتها، ما عنديش مشكلة. طب إيه بقى المشكلة؟ المشكلة إنه في بعض الأشخاص بيتصلوا بالناس يكون عارف بياناته وبيقول له من فضلك مثلًا إيه أنا هاقدّم لك على التقسيط وليك عرض ما أعرفش إيه، وبيبقى عارف بياناته والشخص بيُقع هنا في المشكلة، بيتطمن للشخص ده فبيدّي له مثلًا OTP هو بيبعته له على التطبيق وساعتها بيسحب الفلوس. حصلت مع ناس كتير جدًا. أو إنه يبقى عنده مشكلة ويلاقي حد اتصل بيه وتصادف إنه يكون عنده مشكلة في اليوم ده، فهو يقول له أنا هاحلها لك فخُد مثلًا أنا هابعت لك 4 أرقام عشان أعرف أأكسس على حسابك، وبرضه بيسحب الفلوس. طيب فوري أخلت مسؤوليتها عن الموضوع ده، أنا ما عنديش مشكلة. البيانات دي بتروح إزاي للأشخاص؟ هل بسبب المشكلة اللي حصلت قبل كده في فوري بسبب إنه تسريب البيانات وفوري أنكرت وبعد كده طلعت قالت حصل وما حصلش؟ أنا ما أعرفش. اللي أعرفه دلوقتي إن أنا أطلع أنبهكم وأقول لكم من فضلكم فوري ما بتتصلش بحد. الناس أصلًا بتشتكي من فوري إنه خدمة العملاء بتاعتها ما بتردش على أي حد. مفيش حد هيتصل بيك يقول لك هاحل لك مشكلة، دي ما بتحصلش. مفيش حد هيخاف على مصلحتك أكتر منك. أنت عايز تحل مشكلة روح لهم فرع فوري بلس وحل مشكلتك بنفسك. مفيش حد هيتصل بيك غير لو عايز منك حاجة. فمن فضلك ولا تشير بياناتك ولا على جروب فيسبوك تروح تشير مشكلة عندك وتسيب رقمك. ساعتها هتلاقي 1000 من هيتصل بيك ويدعي إن هو تبع فلان الفلاني. فمن فضلكم ما تقعوش في المشكلة دي، وأكم ناس زي ما أنتم شايفين كده حصلت معاهم المشكلة دي وكانوا فاكرين إنه ممكن ما يقعوش أبدًا في المشكلة دي وحصلت معاهم. فزي ما قُلت لكم ما تقدموش على تقسيط ولا على ادخار، ما تسيبش فلوس غير على قد معاملتك. من فضلك المشكلة دي منتشرة جدًا وبييجي لي بيها كومنتات يوميًا، وللأمانة والمهنية كنت لازم أطلع أكلمكم عليها، وفوري ذات نفسها معترفة إن ده بيحصل. من فضلك لو حصلت معاك المشكلة دي سيب لي كومنت تحت كده عشان غيرك يعرف، وشير الفيديو ده عشان كله ينتبه. أنا مش باقول لك ما تستعملش تطبيق فوري، لكن ما تسيبش فلوس غير على قد معاملتك. ومن فضلك ما تردش على أي حد يقول لك إن هو تبع فوري. فوري ما بتتصلش بحد. أتمنى الخير والتوفيق للجميع. شكرًا جدًا يا جماعة لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.